السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر مبارك عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البيتي فور. عملت معاكم كتير قبل كده على القناة، بس هعمله معاكم تاني بما اني طبعا ده الموسم بتاعه. هنعمل مع بعض البيتي فور. القمر ده تحفة بجد، هش جدا، طعمه حلو قوي قوي. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم، وقناتي بتخص الذرة والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملوا جولة في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها، ان شاء الله تعجبكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول المقادير، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش يا بنات الاشتراك ولايك للفيديو. وطبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا 834 جرام زبدة على سمنة. تمام، انا يعني السمنة تقريبا كانت حوالي ال 34 جرام. انتي بقى يعني بتخلطيها زي ما انتي عايزة. تمام، انا بحب احط سمنه، معلقتين سمنه تقريبا كده، يعني بشيل من الزبده وبحط بديلهم معلقتين او ثلاثه، بصراحه بتديها تيست حلو قوي. طبعا حطيت الزبده بتاعتنا، انا مستخدمه هنا زبده فرن. حطيت الزبده مع السمنه وضربتها كويس جدا لحد ما فتحت معايا وبقت هش خالص زي ما انتم شايفين كده. تمام، هبدأ احط السكر. معايا السكر هنا 430 جرام سكر. 300، اسفة، 330 جرام سكر. معلش يا جماعة والله، عمايل الكحك والبسكوت والبيتي فور، بصوا المقادير كلها تدخل على بعض. حطيت هنا السكر 330 جرام سكر. يبقى حطينا هنا بالنسبة للزبدة حطينا 834 جرام زبدة. بالنسبة لكيلو الدقيق، ده كيلو دقيق. وحطينا عليهم السكر، ضربناهم كويس قوي، وحطيت السكر 330 جرام سكر بودر، لازم يكون ناعم قوي وبتنخليه كمان. تمام، معايا هنا 4 بيضات، حطيت عليهم الفانيليا. انا بحب احط هنا طبعا فانيليا سايله، بس ما كانتش متوفره فحطيت فانيليا بودر. وكل بيضه بحط لها كيس فانيليا. بدأت انزل بالبيض واحده واحده كده زي ما انتم شايفين لحد ما البيضه تختفي معايا خالص. وببدأ انزل بالبيضة التانية وهكذا لحد ما اخلص المقدار. وطبعا بوقف العجان وبقلب كل ده. يعني كل شوية بوقفه بصراحة واقلب وارجع اشغله تاني عشان اتأكد ان كله اختلط ببعضه لحد ما يكون هش معايا خالص كده، تحس ان الخليط هش قوي قوي. شلتها كده علشان انخل الدقيق. ده نوعية الدقيق اللي انا استخدمته، اللي هو الاصيل. بصراحة ده المتوفر في المكان اللي انا فيه، وبستخدمه من فترة كبيرة وشغال معايا تمام. انتي بقى بتستخدمي الدقيق اللي انتي بتحبيه، يكون للمخبوزات، الكحك والبسكوت والبيتي فور والحاجات دي. تمام. نخلته هنا ولازم تنخليه. وحطيت رشة ملح بين صوابع ايدي، يعني رشة بسيطة كده. تمام. انا هلم هنا بقى الدقيق مع الخليط كله بايدي كده، هعجنه بايديا. طبعا انا غاسله ايدي كويس جدا، ما لبستش جوانتي علشان اعرف اشوف القوام بتاع العجينه عامله ازاي. يا دوبك بس لميت الدقيق مع العجينه، ما عجنتش فيها كتير. ده القمع اللي انا استخدمته. هو مش عارفه واضح هنا ولا لا، هو 1 اي 1 اي. ده القمع اللي انا استخدمته. ولو حابين اسيب لكم الصوره بتاعته على المنتدى قولولي في الكومنتات. حطيته كده في الكيس الحلواني. كيس العادي اللي هو الاستخدام المرة واحدة، على فكرة مفيش منه اي مشكلة. وبدأت اشكل كده زي ما انتم شايفين، اضغط يا دوبك. بتضغطي بقى الضغط اللي انت عايزاها صغيرة او كبيرة. انا بحاول اخليها صغيرة عشان لو فرشت حاجة بسيطة في الفرن تديني برضو حجم البيتيفوراية تكون صغيرة، انا مش عايزاها تكون كبيرة. تمام، هوريها لكم هنا من قريب. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. طبعا شكلت كده ودخلت الفرن على طول. وعايزه اقول لكم ان انا خدت جزء وعملته بالشوكولاته، خدت كميه صغيره كده، حطيت عليها معلقتين كاكاو. ودخلت الفرن، سويت على درجه حراره 180. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. كله شكلته بنفس الطريقه اهو. دخلته على درجة حرارة 180. الصاج اخد معايا حوالي نص ساعة تقريبا، او يعني اقل من نص ساعة، يعني حوالي تلت ساعة على درجة حرارة 180. طبعا عينك بتبقى عليه كده. وعايزة اقول لكم اللي هو اللي انا عاملاه بالشوكولاتة، شايفين ما شاء الله حلو ازاي؟ ما شاء الله جميل. واللي عاملاه بالشوكولاتة لازم احط معاه كام واحدة باللون الابيض عشان اعرف التسوية. شايفين اللي انا عاملاه بالشوكولاتة؟
اخدت معلقتين كاكاو على قطعة من العجينة ونخلتها كده وعجنتها بيها. وبعد ما شكلت الابيض كله بنفس القمع مسكت كام صاج وحطيت فيهم كام واحدة باللون الابيض، وبعد كده كملت صاج بالعجينة اللي هي عليها الكاكاو اللي هي الشوكولاتة. شايفين ما شاء الله تحفة. انا بوريهولكوا هنا، انا بحاول اقربهولكوا عشان تشوفوا شكله. طبعا بقى انا شكلته وزينته بعد كده. عايزة تقدميه كده تمام، عايزة تعمليه بالشوكولاتة والمربى او شوكولاتة بس وتزينيه زي ما انتي عايزة. ده بقى انا ما زينتوش معاكم، انا بس وريكم الطريقة. يا رب تكون عجبتكم، بحبكم جدا جدا. ما تنسوش يا بنات تسيبولي كومنت حلو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو انتوا لحد دلوقتي ما اشتركتوش في قناتي. واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.